أهلا بيكم معايا. أنا أسماء وبودكاست أوفر شير، ودي حلقتنا الجديدة. حياتنا كلنا تقريبا مليانة وجع، يمكن وجع قديم لسه مش قادرين نتعافى منه، ويمكن وجع بنعيشه دلوقتي، ويمكن وجع لسه مجاش لكن خايفين منه. الوجع جزء من التجربة الإنسانية، مفيش إنسان عاش حياته من غير ما يتوجع. لكن الغريب إن معظمنا مش بس بيهرب من الوجع نفسه، لكن كمان بيهرب من الاعتراف بيه. وعلشان كده حلقتنا النهاردة عن الوجع، وسؤالنا المرة دي: ليه بنخبي وجعنا؟ وقبل ما تجاوب خليني أسأل سؤال تاني: بتعرف تطلب المساعدة؟ وزي كل حلقة هشارك معاكم جزء من تجربتي الشخصية، بس تجربتي مع الوجع مؤلمة شوية، لأنه كان مستمر معايا، دايما لازق فيا زي ضلي، ويمكن أكتر شوية. على الأقل ضلي كان بيختفي كل يوم بالليل لما أطفي النور وأحاول أنام، لكن الوجع ما كانش بيختفي بضغطة زرار، ده كان أوقات بيحرمني حتى من النوم. بس عارفين إيه الغريب؟ رغم كل ده ما كنتش معترفة إني موجوعة، ما كنتش عايزة أشوف وجعي. كنت كل ما أقرب منه ألف وشي الناحية التانية، وأفضل أقول لنفسي أنا كويسة، عادي، مش مستاهلة، في غيري عنده مشاكل أكبر. وأول ما أحس إني خلاص هقف قدام وجعي وهسمع صوته، أجري وأهرب بكل ما فيا من عزم، وأقول لنفسي لأ، مش دلوقتي، وأرجع أنغمس في الحياة من تاني، أستخبى ورا الدراسة، ورا الشغل، ورا زحمة الأيام. والحقيقة فضلت سنين في لعبة الكر والفر دي لحد ما انهارت. وفي يوم كل الوجع اللي كنت بحبسه جوايا خرج مرة واحدة وانفجر وقلب حياتي. فجأة لقيت نفسي واقفة في النص، منهارة، تايهة، وبخبط يمين وشمال زي غريق في عرض البحر. كان نفسي أقول لكم إنها كانت فترة قصيرة، لكن الحقيقة أخدت وقت طويل، لدرجة إني افتكرت إني هفضل أغرق طول عمري. بس في يوم من بعيد لمحت نقطة نور، كانت صغيرة جدا، تكاد ما تتشافش، لكن فضلت أعوم ناحيتها بكل اللي فاضل فيا من قوة، زي الغريق اللي متعلق بقشاية. ولما قربت منها اكتشفت إنها كانت فكرة بسيطة جدا، لكنها أنقذتني. إن النجاة مش في الهروب من الوجع، النجاة في الاعتراف بيه ومواجهته. وطبعا الفكرة دي كانت صعبة جدا بالنسبة لي، وكنت مستغربة إزاي عشان أنجو لازم أرجع للوجع تاني. طيب ما أنا كده هتألم من جديد، هفتكر وهعيش كل اللي حاولت أنساه. ويمكن ده كان السؤال اللي طول الوقت مانعني أقرب من وجعي، لأن أي إنسان عشان يواجه وجعه لازم هيتألم، وأنا ما كنتش مستعدة أعيش الألم مرة تانية. لكن الوضع اللي وصلت له ساب لي اختيارين وبس: يا إما أستجمع كل شجاعتي وأواجه وجعي، يا إما أفضل تايهة منهارة وبجري منه باقي عمري. وأظن إنكم عارفين أنا اخترت أي طريق، مش لأني كنت شجاعة، لكن لأني ما بقيتش عايزة أفضل تايهة تاني. مش هكدب عليكم وأقول لكم إن المواجهة كانت سهلة، بالعكس، يمكن كانت من أصعب الحاجات اللي عديت بيها. وعشت سنين بواجه وجعي جزء جزء بالتدريج، وكل مرة كنت أتعافى من وجع كنت ألاقي وجع تاني لسه مستنيني، أكبر وأعمق. وأوقات كتير كنت بتعب، وقف، وأفقد الأمل، وأحس إني مش قادرة أكمل، ويمكن مش عايزة أكمل أصلا. لكن كل مرة كنت أقف فيها وأبص للطريق اللي عديته، كنت أفتكر أنا لفين وصلت، فصبر نفسي وأحاول مرة تانية، لحد ما في يوم بدأت أحس إن الوجع بيهدى وبدأ صوته يخفت. والأول مرة حسيت إني أحسن. الحقيقة رحلتي مع التعافي لسه ما خلصتش، لكن قربت جدا.
وأقدر أقول النهاردة إن اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي كانت استحقت كل مرة تعبت فيها، وكل مرة وقعت فيها، وكل مرة قررت أواجه وجعي بدل ما أهرب منه. يمكن أكتر حاجة اتعلمتها من الرحلة دي إن الوجع مش بيكبر لأنه موجود، الوجع بيكبر لما ننكره، لما نحاول نسكته، ولما نقنع نفسنا إننا كويسين وإحنا مش كويسين. يمكن إحنا بنفتكر إن الاعتراف بالوجع هيخلينا أضعف، لكن الحقيقة الاعتراف هو أول خطوة في طريق التعافي، لأنك مش هتعرف تعالج جرح انت رافض تعترف إنه موجود. ويمكن علشان كده طلب المساعدة مش ضعف ولا عيب، طلب المساعدة هو شجاعة إنك تقول أنا موجوع ومحتاج حد يمسك بإيدي لحد ما أقدر أقف تاني، حتى لو الحد ده كان نفسك. مواجهة الوجع مش محتاجة منك غير خطوة واحدة، إنك تحط رجلك على أول الطريق. ويمكن أول خطوة هي أصعب خطوة، لكنها في نفس الوقت مفتاح النجاة. إنك تعترف إنك موجوع من غير إنكار، من غير هروب، من غير ما تستخبى ورا أي حاجة. وخلال رحلة التعافي هيجي عليك وقت تحس فيه إنك مش قادر تكمل، وده طبيعي، لأن التعافي مش طريق مستقيم. أوقات هتقف، أوقات هتتعب، وأوقات هتحس إنك رجعت لنفس النقطة، لكن الحقيقة أنت ما رجعتش، أنت بس واقف بتاخد نفسك. ويمكن كل اللي هتحتاجه ساعتها إنك تبص وراك، تشوف الطريق اللي مشيته، والوجع اللي عديته، والإنسان اللي بقيت عليه. وقتها يمكن تلاقي القوة اللي تخليك تكمل. وبعد الرحلة دي كلها اكتشفت إن الوجع عمره ما كان عدوي، كان مجرد رسالة بتقولي إن في جزء جوايا محتاج يتشاف، محتاج يتسمع ويتفهم. يمكن لو كنت كملت هروب كنت هسكت الرسالة، لكن عمري ما كنت هحل السبب. ويمكن علشان كده ربنا خلق الوجع، مش علشان يعذبنا، لكن علشان يلفت نظرنا لحاجة محتاجة تتعالج. فلو انت موجوع ما تعتبرش الوجع نهاية الطريق، يمكن هو أول الطريق، أول الطريق لفهم نفسك واحتوائها والتعافي. وفي النهاية يمكن مش أقوى الناس هم اللي عمرهم ما اتوجعوا، لكن أقواهم هم اللي واجهوا وجعهم وخرجوا منه أهدى وأقرب لنفسهم. الحلقة دي كانت عن الوجع وإزاي نقرب منه، نشوفه ونسمعه، ونلاقي طريقنا للتعافي. لو الحلقة عجبتكم شاركوها مع حد بتحبوه. أنا أسماء، وبودكاست أوفر شير. حاولوا تقربوا من وجعكم وتحتووا، ونشوفكم الحلقة الجاية.